جئنا هنا بين أهلنا وإخواننا مؤكدين على موقف أخلاقي، موقف إسلامي، موقف يعني طبيعي جدا أننا مع وحدة التراب العربي والمغربي وأي دولة عربية، لا نرضى بالتقسيم. أنا يمني أعاني من التقسيم في بلدي وأدري ما هي ويلات التقسيم وماذا يعني، وأن هناك تآمر على تقسيم المقسم وتجزيء المجزأ. لذلك كان له موقف صريح وواضح بمغربية الصحراء ورفض أي محاولة لفصل الصحراء عن مغربها أو المغرب عن صحرائه. فكرة تقسيم، ما فيش أي مواطن عربي يقبل بتقسيم أي دولة عربية، وإحنا ضد أي تقسيم أي دولة عربية. بالنسبة لزيارتنا في للمغرب دي كانت أول مرة، ويعني إحنا فوجئنا يعني على معلوماتنا ان المغرب زيها زي بعض الدول العربيه، مفيش اي بنيه تحتيه او كده. فبصراحه انبهرنا بالبنيه التحتيه اللي شفناها في المغرب في كل المدن اللي زرناها. انا شخصيا بالنسبه لمدينه العيون كان في مفهومي لغايه امبارح بان صحراء، مجرد صحراء، شويه بيوت في الصحراء، اكواخ او كده. لكن انبهرت لما لقيت مدينه كامله متكامله، مدينة حديثة، بنية تحتية. بنسمع كتير عن المغرب وقد ايه المغرب جميلة، بس طبعا اللي سمع غير اللي شاف. لما جينا طبعا احنا يشرفنا ان احنا نبقى موجودين في الاحتفالية العظيمة دي، مرور 47 سنة على المسيرة الخضراء. وزي ما قال اخونا حمو، احنا حسينا حب المغاربة وقد ايه هم شعب جميل ومضياف ومش عارفين نقول ايه من الحفاوه اللي احنا شايفينها. دي حقيقه يعني. يلا هي الحق فيها نقعده طيبه. يلا بينا حمو، يلا يا رجاله. اوكي. حمو متألق النهارده يا جماعة. أسعد دكتور منار، حمو مع لقاء تاني. محمد تألقوا وأحمد تألقوا بصراحة. تألقوا في القنوات الفضائية. خلاص أسعد، خلاص هم تفوقوا عليك بصراحة. نفسه بس محمد بيتكلم عاوز يضحك، أنا شايفه. وين خليهم يجوا. معهم لقاء تاني. لا خلاص، الجزيرة جاية لهم النهاردة. يلا سيدي انزلوا وصلوا. يلا صفي أنا أرى أنه الندوة ستكون طويلة جدا، وهي ستبث عبر مواقع أو القنوات الفضائية المغربية، فبالتالي لا داعي لنقلها. أنا نقلت لكم قبل الندوة والتلاقي بين الناس في هذا الفندق الجميل القديم، قديم جدا هذا الفندق هنا في مدينة العيون. ندخل نستمع إن شاء الله، وإذا رأيت أنه في شيء يعني ممكن نفتح ونعمل بث آخر إن شاء الله. الله يزوجكم. شكرا للأخ هيثم على التغطية الجميلة. حمو الحمد لله انطلق، يعني أخذ الميكروفون واتكلم. ومحمد هنا حمو حيروح على الحمام كالعادة. أول حاجة يدور عليه الحمام أول ما يوصل. أدري أنا بدون ما تقول لي، أنا عارف. احنا عارفين هو عاوز ايه. حتى إذا اختفى عشرة عمر كانت تفاح. حمو طبعا أصبح الآن فاكهة. ما عاد يحلو المكان ولا الوقت إلا بحمو. خليكم تعرفوا وش معانا، تعرفوا ليش احنا دائما عند حمو أنا وهو محمد. ما عاد نقدر نعيش بدونه بصراحة. أصبح
أصبح إدمان. إدمان. الآن عديناكم بالإدمان أنتم أيها المغاربة، وإن شاء الله يعني ستفتقدوه كثيرا عندما يعود إلى بريطانيا، والله ستتمنوا حمو، لكن إن شاء الله سنواصل التغطية من هناك في يوميات حمو إن شاء الله. إن شاء الله. تحياتي لكم، وأراكم في رعاية الله وحفظه. بعد الندوة بنعمل لفة داخل العيون إن شاء الله. لا يا رجل، ما بيسمعوش صوتي؟ جوه دلوقتي يسمعوك. برا. أول عشان كان داخل في الصوت. زحمة. أيوه. مع السلامة، يلا ندخل الندوة أوكي. ونستمع. مع السلامة يا شباب.